شمخت الكسكسي بليدام تاع لاصوص وكليت ابن كسكسي في حياتي. كسكس البصل الليبي اللي طريقته مختلفه علينا في الجزائر، بصح بنتو تبقى في فمكم. غير كملوا معايا للاخر باش تجربوه. في كميه مليحه من الزيت والزيت زيتون، قليت حبه بصل مع الدجاج، وفي قدره واحده اخرى حطيت شويه زيت مع بصل، كميه مليحه تاع البصل والحمص. هذاك الدجاج قليته مليح وزدت عليه كميه مليحه تاع لا طوماط كونسونطري مع لي زيبيس اللي هي ملح، عك ريحان، قزبر، ورشه قرفه ورشه سكر. خليتهم يطيبوا مليح، ومن بعد مرقت بشويه ماء وهذاك الحمص والبصل نروح نفرغ عليهم شويه من هذيك لاصوص مع شويه ملح، ونخليه حتى الحمص يطيب. ونروح نوجد الكسكسي نتاعي. اديو نوعيه مليحه كيما سوسيمي، عندهم الخشين الناعم والمتوسط. انا ديت الناعم، فرغت كميه منه ما يعجنش خلاص، بسستو بليدام تاع لاصوص، ومن بعد شمخته بالماء ويبقى يشرب ويزيد. ومن بعد درت الملح وحطيته يفور على المرق نتاعو. لازم تفوروه تفويره مليحه باسكو يفور فرد مره. فرغته وزدت شمخته مليح بلاصوص، غطيته وخليته. هنايا الدجاج طاب زبده، نحيته وزدت الخضره اللي درت لها شويه ملح وفلفل اسود. تقدروا ما ديروا الكابويه وخليتها طيب. وهنايا البصل والحمص طابوا وتعسلوا البنه تاعهم هايله. وما بقى لي غير نسقي. حطيت كميه في الطاجين، زدت شمخته مليح بلاصوص، حركته. ومن بعد حطيت البصل، الخضر، حطيت الدجاج، وصدقوني جاب لنا. غير جربوا هاد الجمعه، متاكده رايحه يعجبكم. وهذا ما كان.